قدر من المكاسب والضغط على القوى الاخرى، انما محدش هينسحب لان هو كله عارف ان كله ماشي في مركب واحده. طيب بعد انتهاء معركة الدستور أيضا سنقبل على مرحلة الانتخابات، وأنت ذكرت أن السلفيين كما ذكرنا أنهم يمسكون بالعصا من المنتصف، وأنهم الحليف الأساسي لجماعة الإخوان. ترى سيتم الدفع بمنتخبين أو مرشحين ينتمون لهذه الجماعة ولكن تحت المسمى حزب النور السلفي؟ أنا ما أظنش، لأن العداء ما بين جماعة الإخوان وحزب النور حقيقي. يعني هو في عداء حقيقي بين الجماعتين، ولكن ده ما يمنعش ان هم في بعض، يعني في تحالف احيانا بيبقى مرحلي ضد من يعتبرونه علمانيين في بعض القضايا. فهو احيانا بيتحالفوا، حزب النور بيبقى اكثر تشددا من جماعه الاخوان في بعض القضايا. هم صحيح جماعه الاخوان كانوا بيعتبروا حزب النور حجه لتمرير بعض المواد المشبوهه، يعني باعتبارهم اكثر تشددا، ولكن التجربه اثبتت ان بصرف النظر عن الافكار والادبيات، حزب النور والدعوه السلفيه اكثر مرونه في التفاوض من جماعه الاخوان. بما انك حضرتك بتتكلمي عن الانتخابات، لا هم طبعا هم ممكن الاخوان ينزلوا، الاخوان ممكن يتحالفوا مع اي حد بما فيها اعضاء الحزب الوطني السابق، يتحالفوا مع الشيطان.